إدارة الأهلي ما تفكرش تدعم الفريق إلا بمهاجم أو لاعب نص ملعب أو ظهير أيسر، والأسماء المطروحة لغاية الآن على الإدارة بتاعة الأهلي كلها أسامي كبيرة في خط الهجوم. لاعب من سوريا، لاعب من الأردن، واحد ساحل عاج. كل الأسامي المطروحة على النادي الأهلي لغاية دلوقتي لاعيبة تقيلة قوي. وأول صفقة الأهلي بيفكر فيها وهو متألق الوقت قوي 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 في كأس العرب مع الأردن، وعامل اداء خرافي، والاهلي يعتبر مخلص معاه لسه الرتوش الاخيره مع الفريق القطري بس. هو يزن النعيمات، عامل بطوله كبيره قوي قوي قوي. واللاعب التاني اللي الاهلي بيفكر فيه طبعا هو السوري باولو، بيلعب في الدوري الامريكي، وإدارة الأهلي شايفة فيه إن هو ممكن يكون المهاجم المستقبل في النادي الأهلي، وإن هو اللاعب اللي يعوض وسام. نفس فكرة وسام بالظبط. إدارة الأهلي بتفكر تجيب واحد عربي يكون متألق في الدول اللي هي ممكن ما تكونش مشهورة أوي في أوروبا أو كده، فالأهلي بيفكر في اللاعيبة ديت. في اللاعب برضو بقى من الخطير الأنجولي بولولو، الأهلي بيفكر فيه بقوة. في لاعب تاني أخطر بقى من إبراهيم ديباتي. إبراهيم ديباتي الأهلي بيجري عليه بقاله فترة كبيرة وهو بيلعب في سويسرا، والناس قوي 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 معجبه بيه في النادي الاهلي، وعاوزين وشايفين فيه هو المهاجم اللي ممكن يجي النادي الاهلي ويغير الحته اللي قدام، بالذات بعد فشل صفقه محمد شريف اللي كان متالق طول عمره، متالق في الماتشات الوديه، واول ما يبدا الماتشات الرسميه تلاقيه مختفى. حتى مع منتخب مصر مفيش اي حاجه، مختفي اختفاء كامل. الاهلي بقى بيفكر في الظهير الايسر، اللاعب اللي بيلعب في الرجاء، لاعب متألق بيلعب في الرجاء، وهو اللاعب يوسف بالعمارة. الاهلي بيفكر فيه في قوة وعاوز تخش تشتريه، ظهير ايسر خطير قوي. الاهلي بيفكر في نص الملعب في حامد حمدان. حامد حمدان اللي الزمالك بيحاول يعني يشتريه بقاله سنة ومش عارف. الاهلي لو دخل في الصفقة وقدر يدفع 30 مليون كاش لبتروجيت، بتروجيت هتبيعه دايركت، بعيد عن الاتفاق اللي بين الاهلي وبتروجيت. هيكون صفقة من الصفقات التقيلة. لو الاهلي قدر فعلا يجيب مهاجم زي الاربعه اللي احنا قلنا الاسماء بتاعتها، وظهير ايسر، لاعب الرجاء، اللاعب الخطير قوي 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 قوي، وقدر يجيب حامد حمدان في نص الملعب ويشيل الحته اللي تحت دي رقم 6، وبالذات اللي هو متالق بقى في كاس العرب زي ما احنا شايفين. فريق فلسطين وصل للدور اللي بعده وطلع تونس وطلع فرق تقيلة قوي قوي. يعني هيكون صفقة من الصفقات التقيلة قوي 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 للنادي الأهلي لو الأهلي فكر في الثلاث مراكز دول.